بعد ما عدى النص الأول من سنة 2025 كنت عايز أعمل لستة بأفضل الأعمال اللي شفتها. الليستة دي أنا عملتها بدري شوية، ولكن من بداية الربع التاني من السنة نزلت أفلام كتير حلوة فشخ. يعني من أول باليرينا لإف 1 وميشن امبوسيبل وبرينج هير باك. أهم فيلم في السنة واللي أتوقع مش هيخرج عن أول 3 أفلام حبيتهم في 2025 بالنسبة لي، وهو حاليا أول فيلم في الليستة بتاعتي، وهو فيلم سينرز. أنا دخلت الفيلم ده في السينما وشفته مرة كمان بعدها. مش عارف، يعني تجربة فنية فريدة من نوعها. ما أعتقدش إن إحنا عندنا عمل بيحكي ويشارك في الكم ده من الجونرز. عندك ثريلر وأكشن و... وهورر الفامباير وكمان بكذا ثيم من الإنسانية والعنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء، ومشاهد الغنى والرقص اللي اتعملت بشكل ما بقيناش نشوف زيه. مخرج وممثل عندهم طاقة مش طبيعية يعني. بجد ورحلة الصعود وظهور شخصيات جديدة وتقديمها للتمثيل وأداءات خرافية. يعني أنا جاك أوكونيل مثلا بشخصية ريميك، الشخصية الفامباير الأساسي، وحالة الاتصال بالأرواح التانية والرسالة اللي بيواجهوا بيها العنصرية في الفيلم ده. وسامي أو الشخص اللي كان بيغني في الفيلم ده، وهو بجد دي أولى أدواره، يعني ده أول دور يعمله، وكان بجد أكتر من عبقري في الفيلم. يعني وكمان في أغنية للفيلم ده يعني سامي غناها، موجودة على اليوتيوب. أنا بسمعها من وقت للتاني. والأهم من ده كله اللي خدت بالي منه بقى إن إحنا آه المرة دي شفنا مايكل اي جوردن مع مايكل بي جوردن. أخيرا أخيرا، أنا قعدت 3 أجزاء كريد مستني أشوف مايكل اي جوردن، بس المرة دي ظبطت. المهم الفيلم عبقريته هنا مش بس في التصوير، لان التصوير دي نقطة واضحة قوي. يعني خلاص، يعني الراجل ده نولان كان بيساعده في استخدام الكاميرا الاي ماكس، يعني باعتباره الاب والابن المدلل للاي ماكس. يعني هو بيعمل كل حاجة. ولكن بجد خلينا نتكلم عن العبقرية في الكتابة والسسبنس اللي عامله الفيلم ده. هو انه يخليك تتنشن قوي قوي قوي، وبعدين يفكك بمشاهد ميوزيكال ورقص واخراجها حلو قوي، طاقة قوية جدا، اتصالات مش عارف ايه. متتوقعش اللي هيحصل اصلا في السيكونس اللي بعده بسبب الحاجات اللي انت عمال تشوفها ورا بعضها دي. ومن بداية الفيلم يعني الفيلم واخد نفسه على الهادي خالص. تقديم الشخصيات، كادرات جميلة، ارت دايركشن حلو. مفيش يعني خلاص، وصولا بقى للحفلة وان هم يعدوا على ان هم يجمعوا اصحابهم والناس اللي هيساعدوهم في ان هم يعملوا نادي الغنى او المكان اللي هم عايزين يديروه عشان خاطر يحققوا الحلم بتاعهم، يبقى عندهم زي نادي غنى ليهم. وصولا للفايولنت كلايماكس العنيف قوي اللي احنا وصلنا له في الاخر ده، كان واخد نفسه على هادي، اللي هو تعالى يا معلم ووريك عالم الشخصيات على هادي خالص، وانتهى بشكل مش هادي خالص. وهنا المخرج بجد هو كل اللي عمله ان هو مخدش نفسه بجدية. هو كل اللي عمله حكى قصة بشكل حلو، تمام. عمل قصة جميلة فشخ فشخ، بغض النظر عن كمية السمات والآراء الإنسانية والكلام عن العنصرية وما إلى ذلك. ولكن هو قدم فيلم فامباير ثريلر فيه سسبنس عالي قوي وفيه كاريزما مش طبيعية من مايكل بي جوردن. وبجد كل الشخصيات اللي في الفيلم كان في بينهم تواصل. يعني السلاسة والانسيابية في المشاهد اللي هنشوفها طول الفيلم، وتنوع كبير جدا في السمات، إخراج، علاقات الموجودة في الفيلم نفسه، من الحاجات اللي نادرة إنها تتحقق من كم التناغم واللي موجود والاتصالات. يعني تحس إن العلاقات كلها مترابطة ببعض في الفيلم، والأدوار كلها مبسوطة ومتواصلة وعارفة تعبر وعارفة تمثل وعارفة تعمل اللي هي تقدم أحسن صورة ليها. كل الأدوار كاستنج كانت عبقرية، كل الناس واخدة أدوارها الصحيحة بغض النظر عن الشخصية. دي كانت مستفزة جدا بالنسبة لي وما حبيتهاش، وهي شبه داليا شوقي. بس انا متغاضي خالص يعني خلاص مش فارق معايا، انا مش فارق معايا بجد ده، انا مش فارق معايا خالص ده. ولكن
بعد ما لفينا اللفة يعني أنا باحاول بقدر الإمكان ما أحرقش فيها الفيلم، رغم إن هو نازل بقى له 4 شهور، ولكن أنا باحاول برضه إن أنا لمّا آجي أتكلم عن الفيلم يعني أسيب لكم مساحة إن أنتم تخوضوا التجربة وتدوّروا على الحاجات اللي أنا باحاول أوصّلها لكم إنها مهمة في الفيلم، وإنها أضافت حاجة للفيلم، وخلّته أحسن فيلم أنا شُفته 2025 لحد دلوقتي. خلاص السنة فاضل فيها 4 شهور وتخلص، فده كان رأيي في Sinners، وهو بجد فعلًا من أحسن الأفلام اللي نزلت في آخر 10 سنين، وهنفضل فاكرينه بسبب الأداء التمثيلية، وهنقدر نرجع له بعد 10 و15 و30 سنة ونفتكره ونتفرّج عليه، وهنفضل يعني خلاص بقى إحنا عرفنا دلوقتي مين مايكل A جوردن، يعني مش محتاجين ندوّر بقى على السر الغامض ورا الشخصية دي. وبس يعني كانت حلقتنا النهارده كانت حلقة light خفيفة شوية يعني، حلقة وكمان أنا حاببها وحابب إن أنا ما اتكلمش عن الفيلم بشكل كبير، حابب إن أنتم تتفرجوا عليه مرة و2 وتتبسطوا بيه، وبس كده يعني. اللي عجبه الفيديو يعمل لايك وسبسكرايب، ويعني ده جدًا، جدًا، جدًا بيساعد يعني. وبس، سلام.